ازاي؟ عاملين ايه الاخبار؟ احب اقول لكم في رمضان، من اول ما بدأنا رمضان لحد النهارده 16 رمضان، انا خسيت 4 كيلو. طيب، ال4 كيلو دول خسيتهم ازاي؟ مبدئيا كده، في طريقة معينة ممكن نخس بيها في رمضان. ازاي؟ هقول لكم دلوقتي. اول حاجه، المشكله ان احنا في رمضان بنصوم تقريبا 14 ل 15 ساعه. ال 14 ل 15 ساعه دول كافيين ان هم يخلوا اي اكل الجسم يشوفه يخزنه على طول. احنا عايزين في الاول ما نبتدي الاكل نقعد في جاب او وقت الجسم ياخد كفوه من السكريات، وبعد كده يرجع يبتدي ياخد بقيه العناصر اللي هو محتاجها. وده بيتم ازاي؟ اول حاجه، لما المغرب جدا نبتدي نفطر على 3 تمرات او حتى تمره واحده مع كوبايتين ميه. بعد كده نبتدي نروح نصلي، وبعد كده نقعد ربع ساعه من اول ما ابتدي اول بلحايه لحد ما ابتدي وجبه الغداء يكون عدى 25 دقيقه تقريبا. لما نبتدي الاكل نبتدي بعد ال 25 دقيقه بالسلطه، وبعد كده الشوربه عشان تمهد المعده، وبعد كده الخضروات اللي هي الخضار المطبوخ، وبعد كده النشويات، وبعد كده البروتين في الاخر. كل ده لو طبقناه الى حد كبير الدنيا هتبقى كويسه. وغير كده ما نبتديش حلويات من اول رمضان، ممكن نبتديها من النص التاني من رمضان تقريبا. لكن فكره ان احنا اول ما المغرب يبدا نبتدي ناكل كل الاكل بتاعنا كده، الريسبتور بتاعت الانسولين اللي قعدت 15 ساعه ما تاكلش حاجه مفتوحه، وبالتالي بنخزن. عشان كده كل الناس اللي جولي في اول اسبوع من رمضان كلهم زايدين من نص كيلو لحد كيلو ونص، ما بدأوش يتحسنوا غير لما طبقنا القصص اللي احنا اتكلمنا فيها دي. بس كده، طبقوا الموضوع ده وهتخسوا ان شاء الله. اشوفكم على خير، سلام.